الاسره مجتمع متكامل زي اي مجتمع، بس هو صغير شويه وفيه معايير بتحكمها وفي تواصل بين الناس وبعضها داخل الاسره. التواصل ده عشان يبقى تواصل فعال يصح يبقى فيه دايره بنسميه احنا open communication او تواصل مفتوح، ما بيعطلش وما بيقفش عند حد بعينه. فهي الدايره بتتنقل من الف لب ومن ب لج ومن ج لد، وحتى بين الف وب التواصل رايح جاي وبتاع حاجات كده. ساعات وساعات كتير بيبقى فيه مشاكل في المنظومه دي، فالتواصل هنا بيبقى closed system مقفول لخدمة حد بعينه، لخدمة هدف بعينه، مش لخدمة الأفراد كلهم بتوع الأسرة ولا لخدمة الأسرة كمجتمع، هي لخدمة حد بعينه، وليكن الأب أو وليكن الأم، لخدمة أقوى واحد في المؤسسة دي. وده مش صحي خالص. ده يطلع حاجات أنماط سلوكية عند الناس اللي جوه أفراد الأسرة دي، أنماط سلوكية بتظهر في الكونفليكتس وقت الصراعات. فتلاقي في نمط سلوكي بيطلع وقت الصراعات مشهور وناس كتيرة بتتكلم فيه، يعني ناس تيجي تقول لك أنا people pleaser. ده نمط سلوكي يطلع لما حد أثناء الكونفليكت في العلاقة معاك يا محمد أبقى أنا حريص إنك أنت ما تزعلش مني، فأنا مش حاطط مشاعري أنا في الاعتبار ولا حاطط المشكلة اللي بينا في الاعتبار، هو أنا حاطط مشاعرك أنت، زعلك أنت، غضبك أنت في الاعتبار، فببليز يو بأي تكلفة. فده نمط تاني ان انا اتهمك واهاجمك وادافع عن نفسي باي شكل من الاشكال. فانا هنا ببين بوينت النمط ده انا حاطط نفسي في الاعتبار ومش حاطك انت خالص في الاعتبار، وبرضه مش حاطط المشكله في الاعتبار. ممكن يطلع نمط ثالث هو نمط الكمبيوتر، هو انا لا حاطك في الاعتبار ولا مشاعرك ولا اي حاجه خالص، ولا حاطط كمان انا نفسي في الاعتبار ولا مشاعري ولا اي حاجه خالص، انا حاطط المشكله بس هي اللي في الاعتبار، يلا هنشوف هنحلها ازاي. مش مهم انت، مش مهم انا، مش مهم انا ازعل، مش مهم انت تزعل، المهم احنا قدام مشكله دلوقتي عايزين نحلها ونخلص. في نمط رابع وهو نمط البهلوان او المهرج، اللي هو هي المشكله مش مهمه بس احنا المهم ما نزعلش من بعض ونبقى كلنا متراضيين ومش عارف ايه وبتاع وحاجات، ويكنس المشاكل تحت السجاده او يدفن راسه في الرمل وبتاع وحاجات كده. لو جينا بصينا على كل نمط منهم هتلاقيه ممكن نبقى محتاجينه في وقت من الاوقات. ما احنا في وقت من الاوقات في صراع مثلا بيني وبينك يا علي، ممكن نبقى محتاجين ان انا وانت بس نلطف الدنيا شويه ومش مهم المشكله دلوقتي نحطها على جنب. او في صراع بيني وبينك يا الاء محتاج ان ادافع عن نفسي واقول لك لا والله انا مش متهم، ده انت اللي عملتي وانت اللي سويتي وبتاع. الاشكاليه بتبقى في الريجيديتي، الاشكاليه بيبقى في واحد واخد خط من دول ومكمل فيه على طول، فهو طول الوقت people pleaser، هي طول الوقت بتتهم الآخرين، هو طول الوقت شغال كمبيوتر، ما هو ما بيعملش حسابات لأي حاجة وهكذا. لو بصينا بقى على الأسرة دي بعد شوية والولاد دول كبروا وبيتعاملوا مع بعض، هتلاقي خناقات وخلافات بيظهر فيها الأنماط دي لما يحصل الكونفليكت على أي حاجة.